السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ تعالوا بينا مع بعض يلا في الدقايق دي ناخد موضوع صغير كده، موضوع الهيومن سيستمز، وهو موضوع النفرون او الكدني. تعالوا نتكلم عن الكدني. هو موضوع صغير في الاصل بتاعه، ان هو كان صفحة واحدة. بعدين لقينا فيه اسئلة كتير بتيجي في الموضوع ده اكتر من كده، فحبينا ان احنا نشرح لكم يعني ايه اكتر من ده شوية. اول حاجة هنا اتكلمنا عن الاكسكريشن، ده موضوع رقم 7 من مواضيع الهيومن سيستمز. يعني ايه اكسكريشن؟ وايه الفرق بين كلمة اكسكريشن وكلمة ايجيشن اللي قلناها قبل كده؟ كلمة اكسكريشن ده الريموفال اوف ميتابوليك ويست من البادي. الاكسكريشن فرقه ايه عن الايجيشن؟ ان الاكسكريشن هيشيل حاجة ميتابوليك ويست. يعني ايه ميتابوليك ويست؟ يعني انا حصل عليها ميتابوليك بروسيس. يعني مثلا انا اتنفست اكسجين، الاكسجين حصل عليه ميتابوليك بروسيس اللي هو السيل ريسبيريشن، فخرج كربون دايوكسيد. ساعتها اقدر اقول على الكربون دايوكسيد ميتابوليك ويست. ليه؟ دخل اكسجين فانا صنعت الكربون دايوكسيد عندي. انا اكلت بروتين فكسرت البروتين لامينو اسيدز، وبعض الامينو اسيدز كسرتها فطلع منها نيتروجينوس ويست، ده اكسكريشن، هتروح تترمى من خلال الكدني. النيتروجينوس ويست اللي بيطلع مننا يا ولاد بيكون مينلي امونيا. لو تفتكروا في الانيمال فيسيولوجي اتكلمنا ان النيتروجينوس ويست ممكن يكون امونيا، وده اللي هو الهايلي ووتر سوليبل، هايلي توكسيك عشان هو ووتر سوليبل. الامونيا دي عندنا احنا في البشر بتروح على مكان اسمه الليفر، الكبد. وقلنا ان الكبد ده هو مصنع الكيماويات بتاع الجسم، فالليفر بياخد الامونيا يحولها الى يوريا، واليوريا بعد كده بتروح على الكدني عشان تبقى اكسكريتد. الفكره ان سواء الامونيا او اليوريا، هل احنا اكلناهم بنفس الطريقه دي، اكلنا امونيا او اكلنا يوريا، ولا احنا اكلنا حاجات تانية وده الميتابوليك ويست بتاعهم؟ لا، ده الميتابوليك ويست بتاعهم في جسمنا، فده يبقى اسمه اكسكريشن. العرق اللي بيخرج مننا اكسكريشن، الكربون دايوكسيد اللي بيخرج من اللنج اكسكريشن. ليه؟ لان ده ميتابوليك ويست خرج من جسمنا. طيب كلمه ايجيشن بقى اللي قلناها في الدايجيشن في الستول مثلا، يعني ايه الايجيشن؟ هو يعني getting rid of undigested waste، حاجه انا اصلا ما استخدمتهاش. انا اكلت اكل الاكل اللي انا اكلته ده مثلا، عارف لما بتاكل بطيخ ببذره، بعد شويه هتلاقي بذره البطيخ دي نزلت في الستول. بذره البطيخ ما حصلهاش دايجيشن، فبالتالي هي بالنسبه لي قطعه مش مفيده، مش هيحصل لها ابزوربشن، جسمي مش محتاجها، فتفضل جوه الكافيتي بتاعت الدايجستيف سيستم لغايه ما تخرج في الستول. هي ما حصلهاش ابزوربشن فما اتنقلتش للدم، فما حصلش عليها اي ميتابوليك بروسيس، فده هسميه ايجيشن. عشان تفهم الايجيشن اكتر برضو هقول لك، عارف انت لما ناخد نفس، النفس ده مليان نيتروجين، الاتموسفير اللي حوالينا ده 70% نيتروجين. النيتروجين زي ما دخل زي ما خرج. هل ده اسميه اكسكريشن؟ لا، ده هسميه ايجيشن، لان النيتروجين ده انا ما استخدمتوش، زي ما دخل زي ما خرج. لكن انا دخلت اكسجين خرجت كربون دايوكسيد، يبقى ده اكسكريشن. اتمنى نكون وضحنا العنوان بتاع الاكسكريشن والايجيشن وفهمنا الفرق بينهم. الاكسكريتوري اورجان في الهيومن مينلي اللنج بتخرج كربون دايوكسيد. الليفر بنفسه مش بيخرج حاجه، لكن زي ما قلت لك هو بيحول الامونيا انتو يوريا. الكدني بتخرج اليوريا في اليورين، والسكين بيخرج السويت في الايه، في السويتنج، في العرق يعني. طيب تعالوا يلا ناخد فكره بقى عن الكدني ونشوف الكدني دي قصتها ايه. اول حاجه بيقول لك ان الكدني بتبقى مكانها فين؟ مكانها في الظهر ورا، على الناحيتين، بيكون ورا الفيرتبرال كولوم، او يعني ورا جنب الفيرتبرال كولوم في الناحيتين. ماشي. الكدني فايدتها الاساسيه ايه؟ بتفلتر البلود من الميتابوليك ويست، اللي هي مين؟ اللي هي اليوريا. وزي ما اتفقنا اليوريا دي قصتها ايه؟ ده النيتروجينوس ويست بتاعنا اللي بيجي من تكسير البروتين. بيتصنع عندي مركب اسمه الامونيا. الامونيا بتروح للليفر، الليفر بيعمل ديتوكسيفيكيشن بيحول الامونيا انتو يوريا. اليوريا بعد كده بتروح للكدني عشان تبقى اكسكريتد في اليورين. وما تنساش ان الليفر هو مصنع الكيماويات اللي في الجسم، معظم الكيميكال رياكشنز المهمه اللي بتحصل في جسمنا بتكون في الليفر. بيقول لك ان اليورين بعد ما بيتكون في الكدني بيروح بعد كده من خلال اليوريتر اللي هو الحالب، بيروح على اليورينري بلادر اللي هي المثانه، بعد كده يبقى يطلع من اليوريثرا لما حضرتك تخش الحمام عشان ايه؟ نتخلص من اليورين. ايه فوائد الكدني؟ فوائد الكدني ان هي بتفلتر البلود، ودي اهم فايده بالنسبه لي. بتكسكريت النيتروجينوس ويست، ده يعتبر اطناب، ده جزء من ده. الكدني لها حاجه كمان مهمه قوي، ان الكدني بتريجوليت الليفل اوف ووتر اند سولت.
كمان شويه هكلمك عن هرمون مهم قوي بيتحكم في الكدني، اسمه الدوستيرون. هرمون مهم اسمه الالدوستيرون. الالدوستيرون ده بيعمل ايه؟ بيتحكم في نسبة السولت اند ووتر، regulate the sodium level، الصوديوم اللي هو السولت in the blood، بيزود الصوديوم ري ابزوربشن. لما يكون الالدوستيرون عالي هيسحب صوديوم من اليورين، هيرجع الصوديوم اللي كان هينزل في اليورين هيرجعه للدم. طب انا لو رجعت الملح، ما انا مش كده الدم بقى هايبرتونيك، انا رجعت ملح زيادة في الدم فالدم بقى هايبرتونيك، فبالتالي المية هترجع وراه فهيعمل صوديوم اند ووتر ريتنشن. بشكل او باخر خلينا نقول ان الكدني بتتحكم ايه الاملاح اللي تنزل وايه الاملاح اللي ما تنزلش، فبالتالي بتتحكم في نسبة الايه الاملاح اللي في جسمنا. يبقى الكدني هتتحكم في الليفل بتاع الووتر والسولت، هي تتحكم ايه الميه اللي تنزل وايه الملح اللي ينزل وايه اللي ما ينزلش، فهتتحكم في ايه اللي باقي في الجسم، فهي اللي مسؤوله عن الاوزمورجيوليشن في الجزء ده. كمان الكدني بتتحكم في حاجه تانية مهمه قوي وهي البايكارب. لو تفتكروا قبل كده اتكلمنا عن البايكارب سيستم واحنا بنشرح البفر اللي هو H2CO3 البايكربونات ايون دي، ده الكربونيك اسيد ويبقى بايكارب. تمام. الكدني بتتحكم في كمية البيكارب اللي بتنزل او ما تنزلش وكمية الهيدروجين ايون اللي تنزل او ما تنزلش، فعشان كده عايزك تعرف ان الكدني لها دور مهم قوي في البلاد بي اتش. يبقى الكدني بتتحكم في البلاد بي اتش من خلال تحكمها في البيكارب والهيدروجين ايونز اللي بتحصل لهم ينزلوا في اليورين ولا ما ينزلوش. في برضو معلومة مهمة بس مش مكتوبة هنا، عايزك تعرف ان الكدني لها رول مهم جدا في البلاد بريشر. مشاكل الكدني بتعمل مشاكل كتير في الايه، في الضغط وضغط الدم، لان الكدني بتسكريت بعض الهرمونز اللي بتتحكم في البلاد بريشر، فبالتالي الكدني لها رول في كنترولينج بلاد بريشر. بقول لك المعلومه دي عشان جه عليها سؤال. بعد كده اتكلمنا عن النفرون، هيقول لك ان البيزك فانكشنال يونت اوف ذا كدني هي النفرون. تمام. ان الكدني الواحده هيكون فيها تقريبا 1 مليون نفرون. فاكرين في اللنج قلت لك ان البيزك فانكشنال يونت في اللنج كانت الالفيولاي، هنا البيزك فانكشنال يونت هي النفرون. هحتاج دلوقتي ان انا اخدكم ونروح بصة سريعة نبص على بصة النفرون، نفهم الرسمة بتاعته ونفهم كمان بيشتغل ازاي وبيحصل فيه ايه. قبل ما نشرح الرسمة الجميلة اللي قدامنا دي، عايز الاول افهمكم حاجة او افكر معاكم بحاجة. الكدني بتشتغل ازاي؟ الكدني مش مجرد مصفى، يعني تخيل ان انا معايا مثلا فلويد اهو عايز اصفيه، مش هاخد منه الحاجات الوحشة وارميها، لا مش ده اللي بيحصل، عملية معقدة اكتر. الدم كله هيروح عند المصفى، هيعمل ايه الدم؟ الدم هيرمي كل حاجة موجودة فيه. الدم هيروح عند النفرون يدي للنفرون كل حاجة، حلو ووحش، ما عدا الحاجات الكبيرة. الحاجات الكبيرة دول هنقولهم كمان شوية ما بتعديش من الدم. تمام. يبقى تاني، النفرون بيعمل ايه؟ الدم هيروح عند النفرون هيرمي فيه كل الكومبوننتس بتاعته ما عدا الحاجات الكبيره اللي ما بتعديش من المصفى. في هنا مصفى صغيره كده اسمها البومانز كبسول، وده الجلوميرولاي ده اللي هو الحته من الايه بلاد فيسلز، هترمي هنا كده الايه كل الفلتريت بتاع الدم. الحاجات الفلتريت الكتير بتاع الدم بكل ما يحمله من وحل ووحش هيفضل ماشي جوه النفرون. النفرون دوره يعمل ايه؟ يعمل ري ابزوربشن للحاجات المهمه، ري ابزوربشن للحاجات الحلوه، ري ابزوربشن للحاجات اللي احنا محتاجينها. انا في صوديوم كتير نزل، انا محتاج الصوديوم ده اخده وارجعه، الميه نازله دي كتير اخدها وارجعها، ده جلوكوز انا محتاجه وارجعه. يبقى بعد ما عملت فلتريشن لكل مكونات الدم هرجع اعمل ري ابزوربشن للحاجات اللي انا محتاجها. دي الفكره العامه. يبقى انا مش بس باخد الحاجات الوحشه وارميها، لا احنا بنرمي كل حاجه ما عدا الحاجات الحلوه اللي احنا بناخدها تاني، واحده واحده. يبقى اول خطوه بتحصل كده خطوه اسمها الفلتريشن، ان الدم بيتفلتر. يعني ايه بيتفلتر؟ اهو الدم كان جاي هنا من الافرنت ارتريول دخل في الجلوميرولاي اللي هي دي، تعالى نعملها بلون تاني، نعملها باللون الاحمر منطقي اللي هي دي، مش باين. تعالوا اللون ده حلو، انا اعملها باللون الاورنج اهو هنا كده، اعتبروكوا شفتوها خلاص عشان انا تعبت. ده الجلوميرولاي، هي كده الصوره كانت اوضح. تمام. فالدم كله كان هنا اهو،
بدأ ان ايه الدم يعمل ايه، يطلع الفلتريت بتاعه ينزله في البومانز كابسول. البومانز كابسول دي حته من النفرون اهي، يبقى دي الجلوميريولاي بلاد فيسلز، ودي البومانز كابسول. هيعدي من البومانز كابسول مين؟ كل الكومبوننتس الصغيره اللي في الدم. ايه هي الكومبوننتس الكبيره في الدم اللي مش هتعدي؟ لو تفتكروا كده في البلاد احنا كنا قلنا ان الدم حوالي 45% منه خلايا، الوايت بلاد سيلز والريد بلاد سيلز والبليتلتس، و55% البلازما. من ضمن مكونات البلازما حاجات كبيرة، البروتينز الكبيرة. في بروتين مهم قوي كبير في جسمنا اسمه الألبومين. البروتين اللي اسمه الألبومين ده بروتين بيتصنع في الليفر، دوره مهم قوي، هو اللي بيحافظ على الأوزمولاريتي بتاعت البلد، فبيحافظ على التونيسيتي، فبيحافظ ان الووتر في الكومبوننتس بتاعتها مظبوطة. انتوا فاهمين اوزموزز، ففاهمين ان لو بقى في مكان هايبرتونيك عن مكان، المكان الهايبرتونيك هيسحب المية، لو في مكان هايبوتونيك هيخسر الميه اللي فيه. علشان يكون في ايكوليبريم في جسمي لازم يكون كل جسمي ايزوتونيك. تمام، دي الفكره العامه صح. لو في مكان هايبرتونيك هيشد ميه. طيب، علشان البلاد بتاعي يحافظ على الاوزمولاريتي بتاعته مظبوطه، بيكون جواه بروتين اسمه الالبومين. لو البروتين ده خسرناه او نزل في اليورين او حصل فيه اي مشاكل، بيحصل لنا احنا مشاكل كتير. تمام، مش عايز اشغلكم بتفاصيل الاسايتس والقصه دي، بس دي الفكره العامه اللي عايزك تعرفها. يبقى البروتينات الكبيره في الحجم مش هتعدي من البومانز كابسول، لان البومانز كابسول دي في الاخر، في الاول وفي الاخر هي مصفى، فالحاجات الصغيره هتعدي، الحاجات الكبيره ما تعديش. فكده الفلتريت نزل اهو، حصل فلتريشن والفلتريت نازل هنا اهو. هيفضل ماشي بقى في الايه، دي تيوبيول اللي في الاول اسمها بروكسيمال، واللي في الاخر اسمها ديستال كونفيوليتد عشان شكلها ملولو كده. تمام، وهنا عندي اللوبوفينل اللي هو ده. تمام. طيب بعد ما خلصت يبقى عندي كونفوليوتد تيوبيول، بعد كده لوبوفينل، بعد كده ديستال كونفوليوتد تيوبيول، ويبقى في الاخر عندي الكولكتنج داكت، بتجمع بقى اللي باقي من اليورين من هنا ومن النفرون التاني والتالت والرابع والخامس عشان تنزلهم في الاخر في الايه، في اليوريتر. سهل الكلام. يبقى احنا قلنا حصل فلتريشن هنا، واثناء ما احنا ماشيين في القصه دي هيحصل ري ابزوربشن للووتر وللسولتس وللحاجات المهمه اللي معايا كلها. طيب، في عندي تو هرمونز بيعملوا كنترول على الكدني. تمام، في هرمون مهم اسمه ADH، انتي ديوريتك هرمون. الانتي ديوريتك هرمون بيشتغل على ايه بالظبط؟ بيشتغل على الكولكتنج داكت. لو تفتكروا الانتي ديوريتك هرمون ده كان الهرمون اللي بيطلع من الهايبوثالاموس ويبقى يعني بيبقى ستورد في البوستيريور بيتيوتري، بعد كده يبقى سكريتد من البوستيريور بيتيوتري، وده كان بروتين هرمون مصنوع من البروتين. سيبك من الكلام ده، انتي ديوريتك هرمون يعني الهرمون مضاد لاضرار البول. لما الهرمون ده يزيد يخلي الميه اللي في اليورين هنا تزيد ولا تقل؟ تقل. فالاي دي اتش هيسحب الميه من الكوليكتنج داكت يرجعها للبلد، هيعمل ري ابزوربشن للووتر. يبقى الاي دي اتش هيعمل ري ابزوربشن للووتر فين؟ عند الكوليكتنج داكت. فبالتالي لما يكون الاي دي اتش عالي، اليورين اللي نازل هيكون قليل، وده منطقي. تمام، يبقى الاي دي اتش ده بروتين هرمون جاي من البوستيريو بيتيوتري، بيشتغل على الكولكتنج داكت. بيعمل ايه؟ بيزود الري ابزوربشن اوف ووتر من الكولكتنج داكت. بيقول لك الناس اللي بتشرب كافيين، قهوه وشاي وحاجات من دي كتير، الكافيين بيلغي او بيوقف الاي دي اتش، فبالتالي الكافيين والشاي بيعتبروا دايوريتك، بينزلوا بول كتير. ليه؟ لان هم منعوا الاي دي اتش، هم منعوا الانتي دايوريتك، فحصل دايوريسيس، حصل يورين زياده. الهرمون التاني اللي مهم معانا بقى اسمه ايه؟ الدوستيرون. وده هرمون بيجي من الادرينال جلاند، الادرينال كورتكس تحديدا. الالدوستيرون بيشتغل على النفرون، معذرة كنا نقول الدوستيرون. الالدوستيرون بيشتغل على النفرون فين بالظبط؟ في النفرون بيشتغل على الديستال كونفوليوتد تيوبيول، بيشتغل في المنطقة دي كده اكتر. تمام، وممكن ياخد حتة كمان من الكولكتنج داكت. بيعمل ايه الالدوستيرون بقى؟ الالدوستيرون مش زي الاي دي اتش. الالدوستيرون بيعمل صوديوم ري ابزوربشن.
يعني بيرجع الصوديوم. طيب مش الصوديوم ده ملح؟ لما رجع الملح مش المكان في البلاد هنا هيبقى هايبرتونيك؟ واحنا كان عندنا قاعده في الاوزموزز ان الميه بتجري ورا الملح. فلما انا سحبت الملح مين اللي هيتسحب وراه؟ الميه. فبالتالي الالدوستيرون هنقول عنه باختصار انه بيعمل ايه؟ salt and water retention. يبقى ال ADH كان بيعمل water retention على طول، بيعمل water absorption، لكن الالدوستيرون بيعمل salt and water retention. تمام؟ الالدوستيرون قلنا ان هو ده ستيرويد هرمون بيطلع من الادرينال كورتكس. سهل كده يا شباب. يبقى ده الاستراكشر بتاع النفرون، اتمنى يكون اتفهم. ايه الاستراكشرز المهمه اللي عايزين نذاكرها في الرسمه دي عشان فينا كلام كتير؟ هعلم لكم عليها برضه اهو. تعالوا نشوف مع بعض الكلمات اللي احنا هنعلم عليها دي. هي الكلمات اللي لازم تتذاكر. ده بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، وده اللوبوفينل. يعني اعرف ان ده اللوبوفينل اللي هو المكان ده. حته اسندنج وحته اسندنج ماشي. ده ديستال كونفوليوتد تيوبيول، وده الكولكتنج ده. وطبعا هنا البومانز كابسول، ودي كمان الجلوميريولوس. يبقى الجلوميريولوس دي حته البلاد، دي حته من الفيسلز، والبومانز كابسول دي المصفى بدايه النفرون. وهنا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول والديستال كونفوليوتد تيوبيول، وبينهم اللوبوفينل، وهنا الكولكتنج داكت. تمام. ده كده الاستراكشر بتاع النفرون. اتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. تعالوا يلا نرجع للدرس بتاعنا بقى من هناك. فاحنا كده اتكلمنا عن النفرون وشرحنا الاستراكشر بتاعه. الهرمونال كنترول برضو قلناه. قلنا ان هو عندي الالدوستيرون هرمون، عندي هرمون اسمه الالدوستيرون وهرمون اسمه الاي دي اتش الانتي ديوريتيك هرمون. واظن ان احنا شرحناهم بالتفصيل. الالدوستيرون هيعمل ايه مينلي؟ الالدوستيرون هيعمل صوديوم اند ووتر ريتنشن. طيب الانتي ديوريتيك بيعمل ووتر ري ابزوربشن مينلي عند الايه؟ عند الكولكتنج داكت. تمام. بيقول لك هنا معلومه: في حالات الرينال فيلير، ربنا يعافينا كلنا، الدياليسيس اللي هو الغسيل الكلوي. يعني ايه الغسيل الكلوي؟ ان احنا بناخد البيشنت المريض ده، نقعده على مكنه، نوصل له كده زي خرطومين كبار في الارتريز بتاعته. ما ينفعش حتى في الارتري العادي، بنعمل له زي وصله حتى عشان نعرف نركب فيها الموضوع ده. ونركب يعني ابرتين كبار كده موصلين بخراطيم، واحده تسحب الدم من جسمه وتدخلها في المكنه. المكنه يعني ايه، تصفي الدم ده وتنضفه وترجعه تاني. عمليه معقده وصعبه جدا، ربنا يعافينا. الناس اللي بتغسل كلى دي بتغسل مثلا مرتين او ثلاثه في الاسبوع. احنا ممكن في اليوم الواحد دمنا كله يتفلتر يعني عشرات المرات. فيعني الحمد لله على نعمة الصحة والله يا ولاد. تعالوا يلا في دقايق سريعة في عجالة كده نبص على الأسئلة اللي جات لنا في الجزء ده. يلا بسم الله. هنا سؤال جالنا: الرينال سيستم doesn't play a direct role in regulating which of the following. مين في دول يا ولاد ملوش دعوة بالرينال سيستم؟ الرينال سيستم اللي هو الكلى، اللي هو النفرون اللي احنا كنا بنشرح فيه ده من شوية. ايه رأيكم؟ الرينال سيستم له دعوه بالبلاد بريشر، بالبلاد سوليوت كونسنتريشن، البلاد بي اتش، البلاد فلتريشن، لكن الرينال سيستم ملوش اي علاقه بالايه؟ بالبلاد تمبريتشر. تمام. طيب which of the following is least likely to be present in the glomerular filtrate. مين في دول مش موجود في الجلوميرولار فلتريت؟ مين في دول مش بيتفلتر من الدم؟ الفلتريت بيريديوس باي نفرون before it enters the lubofunnel in a healthy adult nephron. هو حلوه كلمه ان هيلثي ادلت نفرون دي، لان في بعض الامراض بتغير الموضوع ده. لو في بعض الامراض ممكن تخلي البروتين ينزل في الايه؟ في البول، زي النفروتيك سندروم والحاجات دي. طيب الالكترولايتس بتنزل عادي، الامينو اسيد بتنزل عادي، الجلوكوز بينزل عادي، وطبعا الووتر بتنزل. لكن اللارج مولكيولار ويت بروتين، قلنا اللارج بروتينز والبلاد سيلز مش طبيعي ان هي تكون موجوده في اليورين او في الفلتريت. فاللارج مولكيولار ويت بروتين زي الالبومين ده مش بينزل في الايه؟ في البروتين. تمام. وفهمنا قصه الالبومين ده او قصه البروتينز اللي موجوده في دمنا عشان تحافظ على التونستي بتاعته. الاي دي اتش موست دايركتلي افكت ذا ايه؟ الاي دي اتش بيشتغل على الكولكتنج داكت. السؤال ده جه اكتر من مره. كان في اظن كمان 48 او 49 معانا. part of the nephron responsible for reabsorption of water and dissolved substance back to the blood. الري ابزوربشن يا شباب بيحصل فين؟ هل يحصل في البومنز كابسول؟ لا، البومنز كابسول والجلوميرولاي دول اصلا بيعملوا فلتريشن.
يعني مش هيحصل فيهم ري ابزوربشن. الرينال ارتري برضو لا. اليوريتر اللي هو الحالب اللي بعد ما اليورين يتكون هيروح فيه عشان يروح لليورينري بلادر برضو لا. لكن اللوب اوف هينل ايوه، في اللوب اوف هينل. ولو كان قال لي برضو البروكسيمال او الديستال كونفوليوتد تيبيولز كانت ممكن تنفع. لكن الري ابزوربشن بتاع الووتر والديسولفد سبستانس بيحصل في الاختيارات دي هيكون في اللوب اوف هينل. الكولكتنج داكت بيحصل فيها ري ابزوربشن اوف ووتر اونلي. لسه معانا اسئله هنا، اظن كده خلصنا اسئله الايه النفر. ماشي، شكرا لكم يا ولاد، واتمنى تكونوا استفدتوا من الكلمتين اللي قلناهم بسرعه دول. الكدني من المواضيع اللي بقت مؤخرا بتيجي كتير في الاي اس تي وبيسالوا فيها في ديتيلز كتير، فمهم ان انتوا تبقوا عارفين يعني ايه الكلام اللي قلناه ده، وربنا يستر ما يجيبوش حاجه اكتر من كده، بس يعني اللي احنا قلناه ده ان شاء الله يكون ايه، يكون كافي بالنسبه لكم. شكرا يا شباب، ونشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم.